سلام الله عليكم ومرحبا بكم اخواتي. ان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه ديال التمر والفول السوداني. كنحتاجوا له واحد نص كيلو تاع التمر، غسلناه وحيدنا له النوى وقطعناه قطع صغيره وغادي نطحنوه بمطحنه كهربائيه. وكذلك كنقدروا نعوضوه بالتمر اللي كيتباع جاهز في المحلات مطحون. كذلك كنحتاجوا الى 500 غرام من الفول السوداني، نقدروا نعوضوه باللوز. كنحمروه وكنطحنوه في مطحنه كهربائيه. كذلك عندنا هنا جوج اكياس تاع الخميره الحلويات او بيكنج باودر 15 غرام. كذلك كنحتاجوا الى 300 غرام من الدقيق الابيض، ما يعادل 3 كيسان تاع العلبه، رشه ملح، 200 غرام من الشوكولا، كذلك 250 غرام من الزبده، و150 غرام من مسحوق السكر، ما يعادل كاس ديال العلبه. غادي نطحنوا كاوكاو والتمر، حيت التمر واعر في الطحين، ولا خلطناهم بجوج كيسهل علينا الطحين تاع التمر، وكذلك كيتخلطوا لنا مزيان. زدت داك الكاس ديال السكر مع خليط ديال الفول السوداني والتمر باش يتطحن ويتخلط حتى هو معاهم مزيان. نخليكم مع الصور. ملي خلطنا الفول السوداني او كاوكاو مع التمر والسكر، نقصنا منه قليل باش نزينوا به الطرطه ديالنا ملي نخرجوها من الفران بالشوكولات. وخدينا داك الدقيق الابيض غربلناه مع بيكنج باودر خميره الحلويات، زدنا واحد رشه ملح، وزدنا كذلك الزبده بعدما ذوبناها. نخلطوا الخليط. صافي بقينا هذاك الدقيق نزيدوه بشويه بشويه. هاد الصينيه تاع الفرن القطر ديالها هنايا 35. غادي نفرغوا هذا الشيء كامل، هذا الخليط. بالاستعانه بواحد الملعقه كنبسطوا الكاطو ديالنا مزيان وندخلوه للفران مده 20 دقيقه على 180 درجه. خرجنا الكاطو من الفران وذوبنا الشوكولات في حمام مريم، دهنا الكاطو ديالنا كامل. انا غادي نزين بداك الفول السوداني والتمر اللي نقصت من ملي طحنت، وانتم لكم الاختيار باش تزينوه باش ما بغيتو، ولا ما بغيتوش ديروا الفول السوداني شدوا غير فرشيطه وديروا خطوط ولا الشوكولاط الابيض. واحد الساعه تبردت وقطعتها مربعات، وانتم لكم الاختيار في التقطاع. خواتاتي، هذا هو الكاطو ديال الفول السوداني والتمر مزيان بالشوكولات، كيجي لذيذ جدا وكنتمنى باش تجربوه. خواتاتي، اذا كنتم مازال ما زرتوش القناه ديالي، ضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.